السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة محمد الحمراوي لصيانة الأجهزة المنزلية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معانا عطل جديد في الغسالة ال LG اللي قدام حضراتكم دي طبعا غسالة LG فوق أوتوماتيك 18 كيلو. زي ما هتشوفوا دلوقتي الغسالة دي عاملة معانا عطل LE زي ما حضراتكم شفتوا كده بالظبط. عطل LE ده يا جماعة يا إما عطل في الجيربوكس أو عطل في شداد الموتور أو عطل في تاكو الموتور أو عطل في الموتور. كل الحاجات دي أو كل المكونات دي تدينا عطل LE. فالنهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتعلم إزاي نحل المشكلة دي ونتخلص من العطل ده تماما، ونكتشف العطل اذا كان في الكارتة ولا الجيربوكس ولا الضفيرة. طبعا احنا زي ما قلت لحضراتكم وزي ما عودتكم دايما في الفيديوهات، احنا دايما بنبتدي من الصغير للكبير. طبعا دي شكل الغسالة من تحت، لان الغسالة دي 18 كيلو دفع مباشر. بنبتدي نفك الصامولة اللي على الموتور زي ما حضراتكم شايفين كده، ونفك الكفر بتاع الموتور او المغناطيس، ونبتدي طبعا نفك الموتور بيبقى مثبت بالمسامير اللي حضراتكم شايفينها دي كده، 6 مسامير. طبعا بنبتدي نفك المسامير دي. الموتور طبعا ده يعني شبيه لموتور الغسالة الاوتوماتيك الدفع المباشر. وكنت نزلت لحضراتكم انا طبعا قبل كده اكتر من فيديو على طريقة تغيير التاكو في الغسالة ال LG الدفع المباشر. برضو نفس العطل ده في الغسالة ال LG، عطل تاكو الموتور او الموتور بيدينا عطل LE سواء في الغسالة ال LG الاوتوماتيك الكامل او في الفوق اوتوماتيك. طبعا بنحرر الموتور من كل المسامير علشان نخرجه بره ونحاول ان احنا نكتشف المشكلة في ايه بالظبط. طبعا العطل ده اول ما بيظهر معانا في الغسالة، اول حاجة بنعملها ان احنا بنغير التاكو ونجرب. لو المشكلة يعني زالت معانا والعطل اختفى معانا من على الغسالة، يبقى كده المشكلة كانت في تاكو الموتور. طبعا واحنا فكين الموتور بنفحصه، وانا كنت نزلت لحضراتكم قبل كده طريقة فحص الموتور. بنجيب الافو على وضع الاوم ونفحص الثلاث اطراف بتوع الموتور. الثلاث اطراف بيدونا قراية واحدة، في الغالب بتكون 8 اوم، او ما ادتناش 8 اوم بتكون كل القراءات متساوية. ده طبعا التاكو. بنفك طبعا سوكت الموتور وسوكت التاكو ده، طبعا ده تاكو الموتور بيبقى مثبت ب في يعني زي كليبسات كده زي ما حضراتكم شايفين. بنفك عادة كده او مفك رفيع وبنحاول نخرج التاكو زي ما حضراتكم شايفين كده. بيخرج معانا بكل سهولة لان هو طبعا ما بيبقاش مثبت بمسامير ولا حاجة، بيبقى كليبسات بتعشق في بعضها كده. خرج معانا التاكو ده، تاكو جديد نفس الشكل طبعا، لان ده التاكو ده بيختلف عن تاكو الغسالة الاوتوماتيك الكامل. وبنفس ما خلعنا او بنفس الطريقة اللي خلعنا بيها التاكو القديم بنركب. دي الكليبسات اللي بقول لحضراتكم عليها، 3 كليبسات بنضغط على التاكو كده بايدينا بتعشق في مكانها. ونبتدي طبعا بعد ما غيرنا التاكو نركب الموتور مكانه ونجرب ان شاء الله باذن الله العطل يتحل معانا. طبعا الغسالة دي 18 كيلو موجودة في مغسلة دراي كلين. فالعميل اشتكى وقال ان الغسالة واقفة معايا عاطية عطل LE. فاحنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله مع حضراتكم بنحاول نحل المشكلة. وانا طبعا دلوقتي لما بغير التاكو انا معرفش الغسالة هتشتغل معانا ولا فيها عطل تاني، ولكن احنا بنجرب من عند العميل مباشر مع حضراتكم. وطبعا اخواتنا الفنيين المبتدئين ما تقلقش ابدا من اي عطل يقابلك في اي غسالة اذا كانت دفع مباشر او غسالة عادية.
احنا بنحاول نوصل لك المعلومة ببساطة، وبنحاول نساعدك بقدر الامكان. وكمان طبعا الفيديوهات اللي انا بنزلها دي لاصحاب الاجهزة اللي بيقتنوا الاجهزة دي، لو حابب يتعامل وعنده يعني قابلية ان هو في الفك والتركيب يحاول ويجرب، وان شاء الله بإذن الله يحاول يصين جهازه بنفسه بدون تكلفة، هي بس قطعة الغيار وخلاص. واحنا الهدف الاساسي حتى من بداية انشاء القناة عندي كان ان احنا كلنا نكمل بعض، لان زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مفيش حد اتولد متعلم كل حاجة، ولكن احنا كلنا بنكمل بعض. فيعني رجاء ان انتوا تساعدونا ان الفيديوهات دي تنتشر، وحضراتكم تتفاعلوا مع القناة علشان ننزل لحضراتكم كل الفيديوهات القادمة. دي طبعا شكل الحركة في الغسالة، وشكل التروس وهي بتتحرك. ونبتدي نجمع الطبق بتاع الموتور زي ما حضراتكم شايفين كده، لازم يدخل السنون تعشق في بعضها. وما ننساش طبعا نركب الوردة دي قبل الصامولة، ونجمع الصامولة بتاعتنا. لازم السن يكون راكب صح زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا بأي مفتاح أو ببة نربط الصامولة كويس. وده طبعا انا بشغل الغسالة علشان تشوفوا الحركة من الاسفل. موتور الشداد زي ما حضراتكم شايفين كده بيشد معانا، وده حركة الموتور. طبعا بتبتدي طبعا الغسالة دي حركتها من الاسفل، حبيت اوضحها لحضراتكم قبل معدل الغسالة. ودي طبعا بعد ما ركبنا التاكو الغسالة اشتغلت معانا زي ما حضراتكم شايفين كده، والعطل اختفى تماما من على الغسالة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أرجو إن هي تكون نالت إعجابكم وتكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة النهاردة. يا ريت تتفاعلوا مع القناة وما تنسوناش من صالح دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.